اتبقوا مني شوية رز، قمت مشيت بيهم اليوم. صلي على الحبيب قلبك يطيب. انا كنت عاملة من يومين شوية محشي، كان فضلة خيركم كده يا ولاد، محشي بتنجان وفلفل وكوسة، كانوا شوية محشي حلوين مشكلين، وحطيتهم في علبة ونسيتهم في رف التلاجة اول رف. وانا بفضي التلاجة لقيت شوية المحشي دول، رحت جايباهم وبعت جبت عليهم كيس، عملت اللهم بارك شوية محشي برضو تاني مختلف، ومشيت اليوم. جبت كيس ورق العنب، ده ورق عنب سوري متخزن، جبته من عند بتاع المكمدات، والله ما كمل معايا ال 15 جنيه. مش فاكره كام بالظبط عشان انا كنت جايبه كذا كيس وحطاهم في الفريزر. ده كان بالنسبه لورق العنب. الاول انا اسمي سمر، بعمل ميزانيات يوميه واسبوعيه. ميزانياتي بتبتدي من اول 200 جنيه لحد 3000 و4000 و5000 و2000، ايا كانت ميزانيتك اكتبيها، وانا ان شاء الله بفضل من الله هعمل لك ميزانيات باقل الاسعار واكتر اصناف موجوده في السوق، وهعلمك ازاي تستغلي الظروف حتى لو ب 20 جنيه. انا جبت كيس ورق العنب ده، والله مش فاكره ب 12 ولا ب 8 ولا ب 13، كنت جايباه بسعر بسيط قوي على فكره، ولسه هخزنه معاكم بس اول ما ينزل الجديد. بما انه كان متخزن، والورق العنب السوري ده مش مصري، تحسيه مهري كده ما بيستحملش خزين، فانا لما فكيته لقيت فيه كام واحده مقطعين، فقلت هعملهم برضو وعالي العيل. وطلعت كمان من الفريزر كيس الدبابيس. انا بجيب الفراخ اقطعها تمانيات، صدور لوحدها، صفحه لوحدها، الصدر اللي فيه بانيه ده اللي نطلع منه البانيه لوحده، وهكذا. طلعت الاربع دبابيس دول على قدنا، وجبت بصلايه بشرتها وهحط عليها ملح وفلفل والسبع بهارات. السبع بهارات والملح والفلفل ده في كل توابل، اجنحه، بانيه، ايا كان اللي انت بتعمليه جربي تحطيها في التتبيله او تدعكي فيها البصل. لو انت بتعمليها ببصل زي كده هتفرق معاكي جدا جدا. حتى لو اجنحه هتلاقي الشوربه تقيله ومسكره، والفراخ بتكون في الفريزر، بما اني بجيبها اول الشهر او حتى لما بتكون رخيصه بجيب كميه. عايزه اقول لك محدش هياخد باله وان الفراخ دي كانت في الفريزر، بما انكم بتقولوا ان الفراخ لما بتقعد في الفريزر لونها بيغير، طعمها بيغير، اسفه. والله يا بنات ولا لون ولا طعم، وكل مره بطلع معاكم كيس من الفريزر وبعمل عليه شوية شوربة وبطبخ بيه أحسن الأكل، حتى لو بنص كيلو أجنحة. أنا مسكت الدبابيس دعكتها كويس قوي بقى بالبصل المتبل. السبع بهارات بعملها في البيت أو بجيبها من مكان موثوق فيه، بتبقى حلوة وبتدي تيست عالي قوي، بالذات لو انت جايباها من حد معين يعني شاطر في التوابل. وشوية البصل دول هخليهم على جنب، وهقولك برضو هعمل بيهم ايه. بصي بقى شكل الفراخ حلوة اللهم بارك ازاي، واسمها دبابيس وعالي العال. وشويه الرز دول هقول لك كمان هنحشي بيهم ازاي ورق العنب. هنا ولعت الحله وهسيب الميه تغلي، ويلا بينا نجهز ورق العنب. بصي كيس الورق العنب ده ما يكملش الربع كيلو، متهيألي اقل يعني. حتى حاولت ان انا ما استغنى عن كام واحده، قلت لا الرز مش هيكفي. هنزل الاول بالفراخ في الميه وهغطيها من الميه المغليه، وهرجع احشي معاك ورق العنب. لحد هنا لو لسه ما صليتيش على الحبيب صلي على الحبيب قلبك يطيب. اكتبي ميزانيتك، قولي لي ايه رايك في الوصفات والافكار اللي انا بقدمها باختلاف الاسعار، يعني بما ان الاسعار عندكم مختلفه حاولي تاخدي افكار على قد ما تقدري من الميزانيه دي. مش لازم تجيبي كيلو من الخيار، جيبي ب 10 جنيه خيار عادي، انا بعمل كده. وجبت كمان معاها ربع كيلو لسان عصفور، كان عامل 6 جنيه، والله هو اقل من 6 جنيه، بس انا يعني هقول لك ب 6 جنيه. وادي لسان، وادي ورق العنب، لقيت قرن فلفل رومي في التلاجة، فرحت حاطاه كمان عليها، ولو في بقى قرنين سبايسي يا بنات صلي على الحبيب. المهم يلا ما اطولش عليكم هسويه. وعندك معلقه صلصه حطي عشان تعزز اللون. عملنا شويه محشي ورق عنب بالرز المتبقي، ومشيت يوم بفضل وستر من الله. اكتبي ميزانيتك، قولي لي بتفكري وبتدبري ازاي. انا ان شاء الله ان شاء الله هحاول اعلمك تخزني ب 20 وب 30 جنيه. وبدات معاكم فعلا في الموضوع ده. الدبابيس استوت، حطيت عليها معلقه من الصويا صوص وكزبره وعلي علي، ولو كان في صلصه برضو كنت هستغنى عن الصويا صوص او دبس الرمان المتاح عندك. غرفت الاكل. دي صينيه اللهم بارك عمل معايا صينيه صغيره كده. بصي اهي، هو تقريبا كان اقل من نص كيلو رز ولسان عصفور والمخلل اللي كان موجود في التلاجة. صلي على الحبيب قلبك يطيب. هستنى تقولي لي بتوفري وبتدبقي ازاي، وايه رايك في اللي انا بعمله وبقدمه.